من آلاف السنين قامت حضارة علمت العالم يعني إيه العظمة. حضارة كتبت التاريخ على جدران المعابد وعلمت العالم يعني إيه تاريخ. لكن دلوقتي واللحظة المنتظرة من سنين، اللحظة اللي حرفيا العالم كله دلوقتي مستنيها، بوابة جديدة للماضي. أهلا بيك في المتحف المصري الكبير. عندك آلاف الآثار بتتعرض لأول مرة، أكتر من 20 سنة شغالين عليه واتصرف عليه أكتر من مليار و100 ألف دولار، واللي مساحته أكتر من 480 ألف متر مربع، وفيه أكتر من 100 ألف قطعة أثرية. يعني تخيل انت لو بس بصيت على كل قطعة ثانيتين انت هتحتاج 27 ساعة عشان تشوف المتحف كله. تخيل ان نص القطعة دي اللي هم 50 ألف قطعة حرفيا أول مرة تعدوا في التاريخ ومحدش شافهم قبل كده. سنة 2002 لما مصر قررت تبني أكبر متحف أثري في العالم، واللي اشترك فيه آلاف العمال والمهندسين عشان يبنوا الصرح العظيم ده، وقعد يفتحه يتأجل لحد ما افتتح تجريبيا في سنة 2024، وحاليا خلاص هيفتتح النهاردة. وأخيرا بعد طول انتظار أكتر من 20 سنة العالم كله دلوقتي أنظاره على الجيزة. فاكرين كده يا جماعة من يمكن 4-5 سنين كده في حفل نقل المومياوات الملكية لما كانوا بينقلوا المومياوات من المتحف المصري للمتحف المصري الكبير؟ فاكرين كمية الضجة الإعلامية والترندات والموضوع كان عامل ترند ساعتها ازاي؟ اهو ده كله كوم، واللي أحسن النهاردة ده كوم تاني. في المتحف ده انت حرفيا هتقدر تشوف كل كنوز الملك توت عنخ آمون. مقبرته كلها اللي اكتشفت من أكتر من 100 سنة كلها موجودة جوه المتحف ده. تمثال توت عنخ آمون هو حرفيا دلوقتي اشهر واغلى قطعة اثرية في العالم، ومقبرته كلها اللي فيها اكتر من 5000 قطعة اثرية واللي هيتعرضوا كلهم مع بعض في حتة واحدة لاول مرة في التاريخ في المتحف المصري. تخيل هما مكتشفينهم بقالهم اكتر من 100 سنة وما اتجمعوش ولا مرة في متحف واحد. لك ان تتخيل ان قناع توت عنخ آمون هو حرفيا اغلى قطعة اثرية في العالم، لانه مصنوع من 10 كيلو من الذهب الخالص وكمان احجار كريمة، وانه اللي دلوقتي اصلا صعب جدا ان يتصنع زيه، ما بالك بقى من الاف السنين. طب اتعمل ازاي؟ خلي بالك المقبره دي عمرها ما كانت في مكان واحد قبل كده، لكن يوم 1 نوفمبر ده كله هيتغير. المتحف المصري مش مجرد متحف وخلاص، لا ده كمان فيه سينما وشوبينج سنتر ومكان فيه مطاعم. ده غير كده ان الهواء اللي جوه المتحف المصري يعتبر من انقى المناطق اللي فيها هواء في مصر كلها. طب ليه؟ المتحف المصري فيه أنظمة دقيقة جدا بتقدر تتحكم في الرطوبة والحرارة والإضاءة بحيث إنها تحافظ على المومياوات والقطع الأثرية بأفضل طريقة. من الآخر كأنهم لسه طالعين من المقبرة، يعني لسه طازة. الراجل ده حتى التراب اللي في الهواء بيتضرب إلكترونيا. تخيل إن في أجهزة دقيقة جدا بتشتغل بالليزر اسمها اوبتيكال بارتيكل كاونتر، يعني عداد الجزيئات الهوائية. وده ببساطة بيشتغل بإنه بيطلع أشعة ليزر بتمشي مع الهواء، ولو في اي اتربه او اي حاجه في الجو فبتخبط في الليزر فالاضاءه بتبدا تشتت، فبالتالي الجهاز ده بيعرف ان في تراب. وهنا بقى الجهاز بيجمع حجمها، عددها، واحيانا نوعها كمان، وده كله بيجمع في نظام الكتروني متكامل متوصل بفلاتر عملاقه عشان يقدر يحافظ على جوده الهواء، عشان يضمنوا ان الهواء اللي بيلف حوالين التماثيل والتحف انقى من اي هوا تاني في مصر كلها. وهنا بقى نيجي للتصميم اللي بيختلف عليه ناس كتير جدا. ناس كتير بتقول انه حلو وناس تانية برضو مش عاجبها التصميم، لكن خليني اقول لك ان التصميم معمول انه يربط بين الماضي والحاضر، بحيث انه يربط شكل الاهرامات بشكل الحداثة والتصميم المودرن. المشروع ده واحد من اغلى المشاريع الثقافية في العالم، واللي اتصرف عليه زي ما قلنا مليار و100 مليون دولار، طبعا بتمويل من الحكومة المصرية ومنح دولية، عشان يكون مش بس متحف، لا ده يكون تحفة معمارية تفضل لأجيال. أما بقى عن الدعوات بتاعت المتحف المصري دي حكاية لوحدها. الدعوات دي بعتت بس ناس تقيلة جدا، اتوجهت لقادة العالم وملوك وأمراء ورؤساء الدول، منهم رئيس لبنان وأمير الكويت وملك بلجيكا، وكمان منظمات كبيرة جدا زي اليونسكو والاتحاد الأفريقي. أما بقى عن شكل الدعوات فده موضوع تاني أصلا، شكلهم فخم جدا، بيبقى لك إنها تمثال جوه الورقة بتفتحها وتلاقي الدعوة شكلها فخم جدا.
كمان بيكون موجود QR كود صغير تمسحه بيوريك جولة كاملة في المتحف 3D. بس طبعا دي مش لعامة الناس يعني، ممكن يبعتولي عادي يعني، بعمل لكم فيديو يعني، بعمل لكم فيديو. على مدار السنين آلاف القطع الأثرية اتسرقت واتعرضت برا مصر، زي نفرتيتي في برلين وكمان حجر رشيد. معظم القطع المسروقة بتبقى موجودة في متحف اللوفر في فرنسا اللي هو اتسرق من قريب أصلا، أو المتحف البريطاني أو في برلين زي ما قلنا في الأول. ومع بدء العمل على المتحف المصري وكمان من قبليه، مصر بدأت تستعيد عشرات القطع الأثرية المسروقة من بره. لكن على الجانب التاني انت عندك آلاف القطع المسروقة من بره اللي مصر مش عارفة تسترجعها. مصر كمان بتقدم دعوات وبتترفض، لأن يا جماعة معظم القطع دي كانت مسروقة وقت الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي. طيب ما الاحتلال خلص، هاتوا بقى القطع الأثرية. لا مفيش حرفيا يا جماعة، مفيش متحف في العالم ده كله بيجمع الكم الهائل من الآثار دي لحضارة واحدة بس. كمان في نفس الوقت مع كل التماثيل والآثار القديمة دي بيستخدم التكنولوجيا المتقدمة دي، زي مثلا الVR، ودي لسه متقالش عنها معلومات كتيرة، لكن بيقولوا انها هتلبسها تقدر تشوف حاجات مختلفة، تلاقي التماثيل مثلا شكلها القديم. ما نعرفش، ابقى اعمل لكم فيديو ريلز ابقى لكم في الديسكريبشن لما ينزل هنا، اقول لكم الVR دي بتعمل فيها ايه. المتحف المصري الكبير ده مش مجرد مبنى وخلاص، لا ده بيقول ان حضارة عمرها اكتر من 7000 سنة لسه بتعلم العالم حاجات جديدة لحد دلوقتي. وان شاء الله في بارت 2 بعد الافتتاح هنقول بقى كل اللي حصل في الافتتاح والمتحف من جوه يبقى عامل ازاي، وان شاء الله نروح قريب سوا. وبس كده.